السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم الصحة وأحسن حال ان شاء الله. برحب بكم جدا في قناتنا المتواضعة. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الكريب بتاع المحلات السهلة الاقتصادية اللي شكلها بص يفتح النفس من غير اي حاجة خالص. بس قبل اي حاجة كده برحب بضيوف الجداد وبقول لهم نورتوني، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. في حاجة يا جماعة عايزين نتكلم فيها ان شاء الله. النهاردة اول يوم في السنة الجديدة، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم بأمر الله، ويا رب كده يجعلها بداية لأفراح وبداية لجبر الخواطر وبداية لشفاء لكل مريض. اللهم امين يا رب. يا رب يجعلها سنة الخير وسنة البركة، وكل واحد بيتمنى حاجة ربنا يكتبها له ويحققها له إن شاء الله في السنة دي بإذن الله، عاجلا غير آجلا بإذن الله. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة بتاعتنا في الكريب. بصي شكله يفتح النفس، وممكن وهنقول لك ان شاء الله على بدايل كل شيء، وبطريقه سهله وسريعه وبسيطه زي ما انت متعوده معانا ان شاء الله باذن الله. بس قبل اي حاجه كده، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تدوسي الاشتراك وفعلي زرار الجرس على الكل، عشان كل لما انزل وصفه ينزل لك كل جديد. تعالي كده نخش على الطريقه وعلى المقادير. هنسمي الله كده معانا ونجيب شفشق الخلاط. النهارده هنعمله السريع الاقتصادي اللي زي بتاع المحلات يا جماعه. هنجيب هنا 3 كوبايات من الدقيق، ومعانا هنحطه في شفشق الخلاط، وهنحط عليهم ميه. ممكن الميه دي نستبدلها بلبن، بس طبعا هنعمله زي بتاع المحلات بالظبط اللي بتشتريه من بره. بس ان شاء الله هنعمله بكميه كبيره جدا، وبتمن واحد هنعمل الكميه دي كلها. هنحط كده 3 كوبايات دقيق في شفشق الخلاط زي ما انت شايفه، ونص معلقه ملح صغيره. الكريب ده ينفع تعمليه حادق وينفع تعمليه حلو. احنا النهارده هنعمله حلو بامر الله. وهنحط 3 كوبايات كده من الميه. انا حطيت الاول 2.5 كوبايات، برضو خفت لحسن الميه تطلع كتيره، فلا هو احتاج 3 كوبايات، احتاجوا 3 كوبايات دي احتاجوا 3 كوبايات من الميه. وحطيناهم في الخلاط لحد وفضلنا نلف بالخلاط عليهم بالشكل ده. مش من اول ضربة تفصلي الخلاط، لا طبعا. حاولي كده تخلي الخلاط يشتغل معاكي كويس، وفي الجناب كده بيبقى الدقيق ماسك، فحاولي بحرف المعلقة كده وتنزليه زي ما هتشوفي معانا. بصي كده القوام بتاعه مظبوط جدا جدا. انا بوريهولك اهو. اهو بصي التكتلات اللي فيه. هنضربه ضربة تانية وكده خلصنا معانا لا ضربناه في الخلاط كويس، وهنصفيه بالمصفى بالشكل دوت في قلب الشفشة. طب ليه هنصفيه؟ ما احنا خلاص ضربناه في الخلاط، لا بيبقى برضو فيه تكتلات، فهتبقى رخمة معاكي في الكريب وهتبقى باينة زي ما هتشوفي دلوقتي. هي ايوه حاجات بسيطة، ولكن هتبقى باينة ومش هتبقى لطيفة خالص في الوصفة بتاعتنا ان شاء الله. فدي حاولي يعني تحطيه في المصفى بالشكل دوت بعد ما تضربيه في الخلاط. في كريب يا جماعة تاني بيتحط له لبن وبيتحط له بيض، بس طبعا احنا زي ما قلنا ان الوصفات بتاعتنا اقتصادية ان شاء الله وسهلة، وتقدري تنفذيها في اي وقت معاكي. بعد ما صفينا كده الخليط بتاعنا، هنجي جايبين صينية. انت لو عندك طاسة تيفال، لا اله الا الله، لو عندك طاسة تيفال ممكن تعملي فيها، او سيراميك بيبقى حلو جدا جدا. بس انا طبعا مش عندي، فعشان مش عندي هنقف، لا طبعا بيبقى حلو جدا جدا في الطاسة الالومنيوم او في الصينية الالومنيوم زي ما انت شايفة كده. اهو بنصب كده الاول، بنمسحها بمسحة من الزيت، وبعد كده بنجي صابين، وبنمسك الصينية او الطاسة، وبنجي مليان نحركها زي ما انت شايفة كده علشان نملى الفراغات اللي هي مش مظبوطة. ايوه دي كده، ايوه كده. وبنسيبه. النار بتاعتنا بتبقى متوسطة، مش واطية ومش عالية. يعني لو عالية هتحرق الكريب معاكي وهتيجي تطلعيه هيتقطع منك، لكن لو مظبوط لو وسط هيبقى زي ما انت شايفة بالشكل الجميل ده. بصي ما شاء الله اهو. وحتى لما انا مرضتش امنت في المونتاج مرضتش اقطع الحتة دي علشان خاطر تشوفي ان العجينة بتاعتنا مظبوطة حلوة جدا جدا وما شاء الله عليها زي الفل اهو. وبنقلبها على الجنبين زي ما انت شايفة كده. هي بتاخد يعني حوالي دقيقة ونص كده من كل جنب، او دقيقة من كل جنب. معانا هنا الفوطة بتاع المطبخ، اول ما تطلعيه على طول تاجي حطها كده.
تقدري تطلعي اللون يعني اغمق من كده شويه، وتقدري تطلعيه افتح من كده شويه. بصراحة احنا اللون دوت انا زودته تاني علشان خاطر كان الكريب حلو، فما كانش ينفع ناكله كده. لكن لو طبعا حادق فبتضطري تحطيه على النار تاني. فانا دوت يعني اديته تحميصة كده قبل ما احط له الحشوة اهو. بصي، طب بتعرفي ازاي ان الواحدة خلعت معاكي كده؟ بصي، بمجرد الحرف لما بتعمليه بالاسباتيولا كده اهو، بتلاقيها فكت معاكي وبقت زي العسل. وطبعا مش اول ما تتحرك معاكي كده تشيليها، لا طبعا تصبري تشوفي الجنب التاني عامل ايه معاكي. انا حبيت اوريكي بس كده، وتلفي الصينيه وانتي بتسوي علشان خاطر الكريبايه تبقى واخده اللون من كل جنب، يعني ما تبقاش حته مستويه وحته لا. بصي بقى، انا حبيت ارفع معاكي الجنب ده علشان بقولك اهو ان بصي الجنب دوت استوى والجنب ده لا، ففي الوقت دوت تلفي اهو. هي اول ما بتستوي معاكي بتلاقيها خلعت على طول من الصينيه زي ما انت شايفه. بس مسحه الزيت البسيطه قوي دي بتفرق معاكي في التسويه. بصي ما شاء الله اللهم بارك. وبصي بيقب من كل ناحيه اهو زي ما انت شايفه، بس طبعا معانا بالاسباتيولا كده مش عايزينه ايه يقب معانا اهو. ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا جدا. وعاوزه اقولك على قد ما هي العجينه اقتصاديه، بس والله كانت جميله وزي العسل. طبعا انتوا شايفين الشكل، مش لازم احلف على حاجة، بس طبعا شايفين الشكل عامل ازاي من غير اي حاجة، من غير حلفان اهو. وتقدري برضو تكبري الحجم بتاعك دوت، تقدري تكبري الصينية كلها، يعني تعملي اصغر تعملي اكبر على حسب ما انت عايزة. هنصب كده معانا زي ما انتوا شايفين اهو. اي معلش انا بصور بايد زي ما انتوا عارفين، وبشتغل بايدي التانية، فبضطر ان انا ايه اعمل زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك، العجينة كانت طرية وحلوة جدا جدا. وعاوزة اقولك لما حشيناها كانت تحفة اهو. بصي كده ما شاء الله اللهم بارك، احلى من الطاسة التيفال والسيراميك كمان. لازم يا جماعة نعمل كل حاجة وبأقل الامكانيات عندنا نعملها. يعني سندوتش الكريب بكام دلوقتي؟ او يعني غالي جدا جدا، فلازم تجيبي وتعملي لولادك في البيت احلى حاجه بتتعمل، وخصوصي في البيت بايديك الحلوه بيطلع احلى حاجه، والله احلى من بره 100 مره. تكفي ان انت اللي ضامنه النظافه بتاعتها. انت بره مش شايفه النظافه بتاعتهم عامله ازاي، انت في بيتك بتبقي ضامنه المواعين بتاعتك مصبناها كويس، ايديكي بتسمي الله بتذكري الله في الاكل بتاعك، ربنا بيوضع فيه البركه. فلا اله الا الله، بتلاقي الحاجه ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها كده وبقت زي العسل اهي. بتقلبيه في الصينيه زي ما انت شايفه كده، واللون ما يبقاش يعني، لو انت عايزه بقى اللون اغمق، عايزه اللون افتح، ده على حسب راحتك انت. انا بصراحه خليته اغمق من كده شويه اهو. انا بعمل معاكي كذا واحده لان معانا بنات بتخاف تعمل الحاجه دي في البيت فبتستسهل تشتريها. وطبعا الحاجه غاليه الفتره دي يا جماعه، عايزين نعدي، لا اله الا الله، عاوزين نعدي فترة الغلا دي مع بعض يعني بقدر الامكان. فطبعا اللي عنده اي حاجة يقدر يعني يساعد بيها، مش شرط تساعدي حد ماليا، لا ساعديه يعني ماديا، لا يعني ما تديش حد حاجة، ولكن يعني قولي فكرتك، فانت هتاخدي ثواب عليها، واللي قدامك اكيد الحاجة دي بتخليه طبعا ما يشتريهاش علشان خاطر ما بيبقاش قادر يعملها اصلا. فربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وبين ايديكم يا رب. بتبقى حاجه بسيطه ولكن كلنا بنفكر بعض يا جماعه اهو. بصي ما شاء الله اللهم بارك، 3 كوبايات من الدقيق عملوا لنا 8 وحدات من اللي هي العيش الكريب ده، 8 ارغفه من عيش الكريب، تحفه وجميل وما شاء الله. بصي الواحده قد ايه، يعني مقاس كويس جدا جدا، تقدري في الوقت ده تحشيه الحشوه اللي انت عايزاها. النهارده هنعمله حشوه حلوه طبعا اهو. هنحشي اللي هي الشوكولاته الماكسيتيلا دي جميله جدا جدا. طبعا انا عملت لكم منها الكرواسون وكانت حلوه ونجح وما شاء الله زي العسل، وكل اللي جربه بصراحه قال لي حلو جدا. ارجعي للفيديوهات بتاعتي واكتبي وعايزه طريقه الكرواسون واكتبيه، اعمليه في البحث، اكتبيه في البحث هيطلع لك، هيبقى ما شاء الله ما شاء الله. بس اعملي المقادير اللي بقولك عليها. معايا هنا شوكولاته رحنا حاطينها كده زي ما انت شايفه
ومعانا موز اهو، عملناه شرايح زي ما انت شايفه كده، وهنطبقه. بس للاسف انا كنت عاوزه اجيب لكم اللي هي الغلاف اللي هو بتاع الكريب دوت، بس طبعا كان ولادي مش موجودين، ربنا ما يغيبهم ابدا، فما بعرفتش انزل اجيب، وما عرفتش ابعت حد، فعملته لهم كده، كلوه كده زي سندوتشات. اما اللي هو المثلث دوت اللي هو زي بتاع بره، طبعا انا لو لقيت لو ولادي كانوا في البيت كنت خليتهم جابوه وعملوا لي وعملت وفرحتهم يعني بشكل اللي هو الغلاف اللي بيتحط للكريب من في بره ده، ما كانوش هيفرقوه والله العظيم عن بره خالص، لانه كان حلو جدا جدا بصراحة. في عندي بقى هنا حاجة كمان، انت كده خلاص عملتيه اهو، ممكن تعمليه كده، وممكن تديله تشميعة كده قبل ما تديله الحشوة دي، تحاولي كده معلقة سمنة او زبدة في الطاسة، وبتحاولي تحمصيه شوية لو انت عايزاه مقرمش كده وطعمه حلو اهو. وعملنا حشوة، وعملنا شكل تاني من الحشوة برضو كده، بصي ما شاء الله طري وجميل ازاي اهو. فلو انتي عايزاه مقرمش اعمليه زي ما قلتلك كده بالظبط. انا بصراحة عملت كام واحد يعني طري، وعملت كام واحد كده، فهتشوفيهم معانا هتميزي اللون اصلا اللي انا محمصاه، برضو هتميزيه. حشينا الحشوة كلها كده بالموز وبالشوكولاتة، بصي شكله عامل ازاي، اللهم بارك. صلوا على النبي يا جماعة كده، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. بصي الشكل عامل ازاي، اللهم بارك. لو عجبتك وصفتنا النهاردة ما تنسينيش في دعوة حلوة، وفي اشتراك في القناة، وفعلي زرار الجرس على الكل، عشان كل لما انزل وصفة ينزل لك كل جديد. ويا ريت معلش فضلا وليس امرا تحطي لي لايك. اه ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض برضو كمان العيش الشاورما، وكل حاجة هنعملها ان شاء الله، العيش السوري او عيش التورتيلا مع بعض، برضه بأبسط وأسهل طريقة بإذن الله. بصي شكله عامل ازاي، شكله يفتح النفس والله العظيم جميل. واحنا طبعا داخلين على ايام امتحانات، حاولي تشجعي ولادك بالحاجات دي، الحاجات دي بتشجع يا جماعة، يعملهم سندوتشات دي يقوموا يذاكروا، بتدي طاقة حلوة جدا جدا الشوكولاتة. يلا دوسي لايك بقى علشان هي الوصفة تستاهل لايك. اشوفكم على خير ان شاء الله، واستنوني في فيديو جديد. سلام عليكم.